اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير جميعا. صابون سايل فيه كل المواصفات اللي اي ست بيت بتتمناها. يعني لو بتشتكي من ريحة الزيت في الهدوم، لو هتستخدميه للملابس احنا قضينا على الموضوع ده تماما. لو تشتكي ان الصابون مكلف وهتضطري تجيبي خامات من بره، مش هتضطري تجيبي اي حاجة لان كل حاجة موجودة عندنا في البيت. صابون سايل حرفيا مش هيكلفك اي حاجة، وجودته عالية جدا جدا. لو اول مرة بتشوفوني معاكم اميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي. هنستخدم النهارده مكون جديد احنا مستخدمناهوش قبل كده خالص في الصابون السائل. فاكرين الفيديو اللي فات على طول اللي عملنا منه المعجون الصلب اللي انتوا شايفينه ده لتنظيف كل حاجة في البيت؟ طيب اللي ما شافش معايا الفيديو في اقل من دقيقتين هقولكوا كان مكوناته ايه. جبنا صابونة بشرة كان وزنها 100 جرام، ولو ما عندكيش تقدري تستخدمي بواقي بشر الصابون اللي عندك بتاع البشرة. بشرنا الصابونة وايا كان نوعها مش هيفرق، وحطينا لتر مية مغلية بالتدريج، وقلنا ان احنا لما بنيجي ندوب الصابون بتاع البشرة بياخد مننا وقت طويل اكتر من صابون الغسيل او الصابون البلدي اللي احنا بنعمله في البيت من بواقي الزيت المستعمل. نزلت بلتر المية بالتدريج، وبعد ما اتأكدت ان الصابون باش معايا خالص هبدأ انزل ب3 معالق من المسحوق البودر. اي نوع مسحوق بودر موجود عندك هننزل بيهم معلقة معلقة. لما نتأكد ان هي دابت تمام بننزل بالمعلقة اللي بعدها. النهاردة الصابون بتاعنا هيكون فيه كل المواصفات اللي تتمنيها. يعني صابون بشرة عشان الريحة الحلوة، وصابون بودر علشان الملابس، ولسه في اضافات تانية هنحطها مع بعض. لما بنيجي نقلب مع بعض بنحس ان القوام بتاعنا بدأ ان هو يتقل. طبعا قلنا ما ينفعش هاند بلندر ولا خلاط عشان الرغوة كلها ما تطلعش وتروح على الفاضي. بعد ما نزلت 3 معالق مسحوق بودر، جبت نص معلقة كبيرة من الصودا الكاوية او هيدروكسيد الصوديوم او البطاط زي ما بنقول عليه في مصر، ودوبتها في نص لتر من المية، ونزلت على صابون البشرة بتاعي. لكم ان تتخيلوا بقى كمية النظافة في صابونة البشرة لما يكون عليها مسحوق بودر وكمان عليها صودا كاوية. هي نص معلقة كبيرة بس مش اكتر من كده. وبعد كده نزلت ب3 معالق كبار من الجليسرين عشان يكون هادي على ايديا، لاني حطيت نص معلقة صودا كاوية او بطاطس يعني. بعد كده نزلت بمعلقتين كبار من صودا الخبز او بيكربونات الصوديوم او الكربوناتو زي ما بتسموها، وبدأت ان انا انزل بيها على صابون البشرة. وهي دي كانت المكونات بتاعة المعجون اللي عملناه الفيديو اللي فات. انا قلت لكم في اقل من دقيقتين كان الفيديو عبارة عن ايه. هسيبلك الرابط بتاعه في صندوق الوصف لو عايزة تشوفيه بالتفصيل، او عايزة تصممي الوصفة دي بالتفصيل ارجع لي الفيديو اللي فات، وبرضه هسيبلك اللينك بتاعها في صندوق الوصف. الحقيقة من ساعة ما عملت المعجون ده وانا بحط العلبة على الحوض كده وباخد منها وببدأ ان انا اغسل المواعين بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين. ولكن علشان نكون صراحة مع بعض قلنا ان عيبه الوحيد انه في سلك المواعين بيخلي السلكة تلف معايا بما ان هو فيه مسحوق بودر. طيب وصفة النهاردة بقى هنجيب صابونتين 2 من الصابون الصلب اللي احنا عاملينه في البيت من بواقي الزيت المستعمل. الصابونتين دول عدى عليهم حوالي شهر، انا عاملاهم من شهر تقريبا. وبدأت ان انا ابشرهم على انعم حاجة في المبشرة. وزي ما احنا عارفين ان الحاجات اللي احنا بنعمل فيها الصابون بتكون مخصصة للصابون، ما بنستخدمهاش في الاكل نهائي. الصابون لما بتكون عدت عليه فترة طويلة البشر بينزل معاكي ناعم جدا جدا زي ما انت شايفة. تقدري تاخدي البشر ده وتحتفظي بيه بعلبة، تعملي منه بقى برسيل جل، تعملي منه صابون سايل، يعني تستخدميه في كل حاجة. نزلت دلوقتي بلتر من المية المغلية. طيب يا أميرة ما ينفعش مية ساقعة؟ هو ينفع وكل حاجة، بس الفكرة ان المية المغلية بتخلي الصابون بالظبط يدوب معانا في اقل من 3-4 دقايق. انا مش هفصل الكاميرا وهوريكم بالظبط بما انه عدى عليه فترة ونازل معايا ناعم جدا زي البودر، وبما ان المية مغلية فانا لا محتاجة بقى اروح على النار ولا محتاجة ابذل مجهود ولا خلاط ولا هاند بلندر ولا مضرب كهرباء. مفيش، هو بالمضرب اليدوي العادي اقل بالظبط من 5 دقايق وهتبصوا تلاقوه داب تماما. هو انا ينفع اخد الصابون ده بالمنظر ده كده واستخدمه لغسيل المواعين بالظبط كده، وهيبقى معجون خام حلو جدا جدا تقدري برضه تستخدميه في كل وصفات الصابون. هنبدأ نقلب لحد ما نلاقي البودرة بتاعت الصابون اختفت تماما. البطل بقى بتاعنا النهاردة في الوصفة المعجون اللي احنا عملناه الفيديو اللي فات.
لو انت حابة تصممي الوصفة ومش حابة تستخدميه كمعجون وعايزة تستخدميه كصابون سائل اسهل بالنسبة لك في الاستخدام، او حابة تحوليه لصابون لغسيل الملابس، يبقى هتعملي زي ما احنا شايفين كده. اخدت علبتين اتنين، خلوا بالكوا دول حوالي 7 علب من المعجون من صابونة واحدة بس. صابونة واحدة من البشرة عملت لي 7 علب من المعجون. انا دلوقتي اخدت علبتين اتنين، ينفع اخد 3، ينفع اخد 4، ينفع اخد واحدة، ينفع اخدهم كلهم زي ما انت عايزة. دي حاجة بترجع لطلبك انت بقى في الصابون اللي انت هتعمليه. ونزلنا على الصابونتين بتوع الغسيل اللي احنا بشرناهم ودوبناهم مع بعض. بعد ما الاتنين دابوا خالص واختلطوا ببعض، هنزل بلتر ونص من المية. انا دلوقتي هعمل ايه علشان ما تكونيش ملتزمة بنفس كمية المية اللي انا هحطها؟ هحاول ان انا اظبط قوام الصابون على الشكل او القوام اللي انا عايزاه. انت عايزاه معجون خام تقيل، هتسيبيه مش هتزوديه مثلا غير كوباية ونص، كوبايتين من المية، وهيبقى عبارة عن معجون تاخدي منه بالمعلقة. بس احنا عايزين نعمل صابون سايل. طيب هنحط لتر ونص من المية. لما هنحس ان هو لسه خفيف هننزل بلتر ونص تاني. ما تنسوش ان انا حاطة علبتين من المعجون وقطعتين من الصابون الصلب. طول ما المية اللي انا مستخدماها في البداية مغلية، يعني طول ما الوصفة سخنة معايا، هيبقى القوام خفيف جدا معايا. لو سبتها تاني يوم لحد ما تبرد تماما والمكونات تتفاعل مع بعضها، هبص الاقي القوام تقل. ده غير ان احنا لسه هنحط محلول الملح، واللي بيدي لزوجة عالية جدا للصابون، غير طبعا الشفافية اللي بتكون موجودة بسبب محلول الملح. دلوقتي انا هحط معلقة كبيرة من الملح. على فكرة الابيض اللي في السباتيولا ده من المعجون، مكان العلبة اللي كان فيها المعجون لما شلته هو الابيض ده. فانا حطيت معلقة كبيرة من الملح دلوقتي، ونزلت عليها بكوباية من المية. هقلبهم مع بعض كويس جدا جدا، واتأكد ان الملح داب معايا. ولو عندك ملح خشن يكون افضل. الملح الخشن بيديني نتيجة حلوة جدا جدا في وصفات الصابون، ولكن بيحتاج مية سخنة، او بيحتاج شوية تقليب حلوين، او انك تحطيه في المية وتسيبيه، هتبصي تلاقيه بعد ربع ساعة داب لوحده. نزلت بمحلول الملح، وتراعي ان انت ما تكتريش، لان كتر الملح بيفصل رغوة الصابون. فانا نزلت بمعلقة واحدة. لو حسيت ان الصابون لسه خفيف معايا، بنزل بمعلقة تانية. بفكرك ان احنا حاطين صابونتين وعلبتين معجون، يعني دي مش كمية صغيرة. فما تقوليش معلقتين ملح ده كتير قوي. لو انت هتشتغلي على صابونة واحدة، تحطي معلقة واحدة بس من الملح. انا بقولك الملحوظات دي علشان لو حد اول مرة بيشوفنا وما عندوش فكرة، ما يفرحش ان الملح بيدي لزوجة وبيدي شفافية، فيبدأ ان هو يكتر ويلاقي الصابون فصل رغوة معاه. انا دلوقتي لما حسيت ان الصابون ممكن يبقى اتقل من كده بكتير معايا، فنزلت بمعلقة تانية من الملح برضو في كوباية من المية، وقلبتهم مع بعض كويس جدا، وهنزل بيهم على الصابون وهقلب كويس. وهنا هلاقي القوام تقيل جدا جدا معايا. عايزة تحتفظي بيه تقيل كده تمام، عايزة تخففيه دي حاجة بقى ترجع لك. حابة اقولك ان الصابون ده يستخدم في غسيل الملابس ويكون حلو جدا، لان احنا عارفين ان صابون البشرة حلو قوي في تنظيف الملابس. كمان لو هنحط عليه مسحوق بودر، اكيد هتبقى فعاليته وجودته اعلى. وحاطين صابون غسيل اللي هو حلو قوي قوي في تنظيف مواعين بقى، ملابس، اي حاجة. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هخفف القوام على حسب ما انا عايزاه بقى تقيل، عايزاه خفيف، دي بقى حاجة ترجع لك. طيب الصابون ده مدة صلاحيته قد ايه؟ دول حوالي 6 لتر. انا الاول حطيت لتر من المية المغلية، وبعدين حطيت 3 لتر من المية العادية، وبعدين حطيت نص لتر فيهم معلقتين من الملح. يعني دول حوالي 5 لتر ونص، ممكن يعني 5 لتر ونص من الصابون. انا دلوقتي بس هحط اللون ده بس عشان خاطر التصوير، وانتوا عارفين ان انا بحب جدا جدا الوان المي، واللي بتخلي الصابون شكله حلو جدا جدا ومفرح كده وانا بستخدمه. هي هواية والله مش اكتر. انت طبعا لو هتعمليه في البيت مش محتاجة ان انت تجيبي الوان وتحطيها، هو لونه كده ما شاء الله حلو قوي. عايزة اقول لكم ان مدة صلاحيته من 2 ل3، ممكن يقعد معانا 3 شهور. بعد كده هتبصوا تلاقوا جودة الصابون بدأت تقل، الرغوة مثلا بدأت تقل، الريحة الحلوة اللي فيه بدأت ان هي تروح، بدأ ان هو ما يكونش بنفس جودة الصابون زي ما بنعمله
في البداية. يعني احنا علشان نعمل الوصفة دي كلها من اولها لاخرها كده، احنا كل اللي احتاجناه ايه؟ يعني يمكن الموضوع كله ما كملش معايا نص ساعة. من صابونة واحدة من البشرة وصابونتين من الغسيل، عملنا كمية كبيرة من المعجون، وعملنا حوالي 5 لتر من الصابون السائل. وكمان المعجون والصابون السائل دول ينفعوا لغسيل الملابس والتنظيف كل حاجة في البيت. جربي الوصفة دي، ريحتها حلوة قوي قوي، فعالة جدا في غسيل الملابس والمواعين، ان شاء الله تعجبك. وخلصت الفيديو بتاعي، ما تنسوناش بلايك حلو زيكم واشتراك في القناة، واشوفكم الفيديو اللي جاي على الف خير.